يا مساء الفل. هل الحب وحده كفاية لإنجاح العلاقات؟ العلاقات الرومانسية الحب بيكون عنصر أساسي فيها، عشان هو اللي بيجمع الناس وبيخلي في بينهم انسجام وتفاهم ومودة وشعللة حب واشتياق. لكن للأسف الحب لوحده ما بيكونش كفاية على المدى الطويل. العلاقات عشان تتبني وتبقى ناجحة ومستقرة بتحتاج لكذا عنصر تاني غير الحب. طيب خلينا كده نشوف مع بعض هي ايه العناصر ديت. اول حاجة، الحب مش بيقدر يحل كل المشاكل. يعني ايه؟ العلاقات بتنجح بالمجهود المشترك من الطرفين، فلازم يكون في تفاهم كويس ولغة حوار فعالة ومحترمة بين الطرفين علشان يقدروا يتواصلوا ويحلوا المشاكل اللي بينهم. اتنين، الاحترام والثقة، عنصرين مهمين جدا جدا جدا. ولو في حب لكن مفيش احترام ومفيش ثقة، الدنيا بتبوظ. الثقة بتتبني على الأمان، والأمان بياخد وقت طويل عشان يتبني. الأمان ملوش علاقة قوي بالحب، بمشاعر الحب، لكن ليه علاقة بالتصرفات اليومية اللي بتجمع الزوجين. فبالتالي الاحترام والثقة مهمين جدا جدا جدا. 3، توافق القيم والأهداف. لما بيتفق الشريكين على القيم والأهداف، الحياة بتكون حلوة وسلسة جدا جدا. الموضوع ده بينجح العلاقة بنسبة كبيرة، علشان هم بيحسوا بالأمان والانسجام ان هم ماشيين على نفس الخط، فبيكون في ثقة في العلاقة ان هم متوافقين في نفس الخط اللي ماشيين فيه في الحياة. 4، التواصل العاطفي والجسدي. ده كمان عامل مهم جدا وأساسي لإنجاح علاقات الزواج يا جماعة، ومن غيره بتحصل مشاكل كتير. علشان التواصل العاطفي والجسدي بيزود الرومانسية والحميمية بشكل كبير بين الزوجين، وده بيخلي نسبة الراحة والتفاهم والثقة والانسجام كبيرة جدا. 5، الشراكة وتوزيع المسؤوليات. تفاهم الزوجين ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات مع بعض واتخاذ القرارات، ده بيزود إحساس التقدير بشكل كبير، والثقة في الطرف الآخر والاحترام المتبادل. محدش بيقول ما تتجوزوش عن حب، وجود الحب هو اللي بيبني العلاقة والبدايات، لكن الاستمرار هو اللي بيتبني بالعناصر التانية اللي احنا قلنا عليها، فكله مكمل كله.